السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة حلقة جديدة، هيبقى موضوعها مختلف بإذن الله، وهتبقى أول حلقة من كتابة حد تاني مش كتابتي أنا، هتبقى بتقديمي. زي كل مرة طبعا زي ما متعودين. بعتذر عن الغيبة الطويلة اللي حصلت، لأن أنا ببقى في امتحانات، وكل مرة ببقى في امتحانات. بص عليا. طب نبدأ على طول بقى الحلقة، وهنبدأها بشوية أسئلة كده. دايما بنسأل نفسنا الأسئلة دي: ليه دايمًا باحس مثلًا إن في حاجة مش عارف أبطّلها خالص، مع إن أنا عارف إن هي بتضرني وإن هي بتضيّع وقتي، وإن في حاجات أهم بكتير أنا سايبها وراكنها على جنب. ليه ممكن أقعد أسكرول على الفيسبوك أو الواتساب أسكرول على الواتساب؟ ليه ممكن أقعد أسكرول على الفيسبوك أو أتشات مع حد على الواتساب وأنا سايب فعلًا هَم ما يتلم ورايا ومبسوط بكده؟ طبعًا اللي بيشارك في الموضوع ده هرمون مهم جدًا، وهو من هرمونات السعادة، الدوبامين. أكيد كلنا سمعنا الاسم ده قبل كده. وطبعًا الهرمون ده هو اللي بيحفّز الشخص وبيخلّيه عاوز يعمل الحاجة دي عشان يدّي له مكافأة في الآخر. المكافأة بتبقى هي الهرمون ده، وهو في نفس الوقت اللي بيحفّز الشخص ده على القدوم على الفعل ده، علشان يعمل. دلوقتي في عالمين، جيمس أولدن وبيتر ميلنر، عملوا تجربة جميلة جدًا عن الفئران. جابوا فئران، وطبعًا جابوا فئران لإن هي تجربة عن الفئران. بدأوا إن هم يجيبوا الفئران ويحطوا لهم زي أقطاب كهربا كده أو مشابك كده في راسهم عشان تحفّز المكافأة عندهم كل ما يعملوا حاجة معيّنة. حطّوا قدّامهم زرار، كل ما يدوسوا على الزرار ده يتحفّز عندهم حتّة المكافأة دي. فوصل الموضوع لحد إن في فار في 12 ساعة داس 7500 مرّة على الزرار ده، لإنه أدمن الحاجة دي خلاص، بتدّي له دوبامين كتير، ده خلّاه يدمن الموضوع ده ومش شايف حاجة غيرها. هي حياته بس إن هو يدوس على الزرار ده. فادّوهم طبعًا بعديها مضاد دوبامين عشان يجرّبوا برضه يكمّلوا التجربة. لقوا الفئران قاعدة ما بتعملش حاجة، فاقدة الشغف، ما بتاكلش، ما بتشربش، ما بتلعبش، ما بتجريش، وبس لو حطّيت له أكل فهو بياكل عشان جعان، لكن غير كده هو مش هياكل حاجة، هو زي ما هو قاعد كده. طَب نتعلّم إيه بقى من التجربة دي أو نعرف منها إيه، يعني إيه لازمتها برضه؟ بُص يا سيدي، فدلوقتي دماغك بيرتّب أولوياته على أساس إيه اللي هيدّيني دوبامين أكتر وباحطّه في الأول. هو ده اللي بيقول لك لأ أنا عاوز ده الأول عشان ده هيدّيني دوبامين أكتر، وبعد كده ده وبتنزل بقى للأقل وكده. وده اللي بيخلّينا إن إحنا نبدأ بالحاجات اللي إحنا حابينها وشايفينها أسهل ومرتاحين فيها، واللي هتدّينا دوبامين أكتر، وبالتالي بنفكس لبقية الحاجات اللي هي مش، لإن أنا خلاص خدت كمية الدوبامين الكتيرة دي اللي أنا عاوزها، فالباقي أكيد مش هاهتم له يعني. طيب والموضوع ده بيتكرر لحد ما يبقى إدمان. إمم. عقلك أنت عملت حاجة ادّيتك دوبامين، حاجة غير المتوقع، وده بالذات الحاجات الغير متوقعة دي، الحاجات الغير مألوفة دي هي اللي بتدّي دوبامين أكتر. فتبدأ تعمل الحاجة دي، تاخد قدر عالي من الدوبامين غير الطبيعي، تفرز الهرمون بطريقة عالية يعني، فعقلك يقول لك لأ تاني، لأ تاني، خلاص بعد ما تخلّص تقعد شوية مش عارف إيه، وحاسس إن أنت عاوز بعد كده لأ، أنا مش حاسس بأي حاجة حواليّا، لأ أنا عاوز تاني، هات تاني دوبامين. طب هل ده طبيعي؟ يعني هل دي حاجة طبيعية فينا؟ لأ، دي أنت اللي متحكم فيها. يعني المفروض أصلًا إن أنا لمّا أنجح أو أعمل حاجة حلوة أو أعمل حاجة كويسة وباحبها، يبقى الدوبامين بيطلع. كده الدوبامين في أي حاجة، لمّا بتشرب مَيّة بيفرز الدوبامين، لمّا بتاكل أكلة بتحبها بيفرز الدوبامين، كده بيفرز. بس إن أنت تعمل حاجة، يعني أنت المتحكم، الدوبامين هيفرز فين، يعني في الحاجة الكويسة والّا الحاجة الوحشة. إن أنت لمّا في العادي الطبيعي بيبقى عندك مستوى لإفراز الدوبامين، لمّا تيجي أنت تعمل حاجة تعلّي مستوى الدوبامين، فأنت المستوى بتاعك بيفضل يعلى كل شوية. المستوى اللي قبله أنت كده مش حاسس بيه، يعني المستوى اللي هو الطبيعي بقى أنت عدّيته، فلمّا ترجع للطبيعي تحس إن لأ، إيه ده، لأ مش عاوز لأ، يعني الحاجات اللي هي المهمة بقى already لأ مش عاوزها. زي مثلًا بالضبط لمّا حد أصلًا يبقى قاعد في قصر طول حياته، فهو it's okay يعني، عادي يعني، عايش. طب واحد كان في شقة
بس نقل قصر كبير، لأ ده هتحس إن هو فرحان ومش عارف إيه لو رجع الشقة تاني هيلاقي إن لأ، يعني مش ده مستواي، أنا بقيت في قصر، يعني إيه ده؟ لما واحد بقى يبقى ماشي مثلا في الصحراء بلا مأوى بلا أي حاجة ولقى حتة كده خيمة كده يبات فيها، ياه خلاص بقى كده يبقى هو وصل. فهي دي الفكرة، المستويات دي أنت لما تعلي بتأثر على المستوى اللي قبل كده، اللي هو أصلا علي تمام كل حاجة، بس لازم تاخد بالك إن المستوى الطبيعي تحافظ عليه. عشان كده بتقعد تعلى قوي بالمستويات بتاعة الدوبامين وتيجي ترجع بقى في الطبيعي والمهم اللي هو المستوى بيبقى قليل بالنسبة ليك بعد ما انت عليت، فمستوى الدوبامين لما تيجي تذاكر أكيد هيبقى قليل. ايه ده؟ ده أنا بعمل حاجات بتفرحني أكتر من كده بكتير. في ناس عندها خلت أو قدرت تتحكم وتخلي الدوبامين ده يفرز بكثرة لما تذاكر، لما تنجح، لما تعمل مشروع، لما تتعب، هم عودوا هم ماشوا في الطريق ده، فأنت بإيدك الاختيار طبعا. طب نعمل إيه بقى؟ إيه الحل دلوقتي؟ الحل دلوقتي إن في حاجة اسمها الدوبامين فاستنج أو الدوبامين ديتوكس. هقول لك أنا بتعمل إيه. ده بيبقى بتحدد يوم بتمنع نفسك فيه أو بتصوم خالص عن أي حاجة بتديك دوبامين عالي أوي. ليه؟ عشان أقدر أتأقلم بقى مع الحاجات اللي بتديني دوبامين واطي نسبيا بالنسبة ليك يعني. فأبدأ إن أنا أشوف شغلي بكل كفاءة وأشوف مذاكرتي وأشوف آه، الهم اللي عليا وأشوف كذا كذا كذا. بفضل كده في اليوم ده مثبته بحيث إن أنا اليوم ده فعلا بصوم عن الدوبامين، وبعد كده بيبقوا يومين، بعد كده بيبقوا تلاتة. فببدأ إن أنا أنظم الموضوع ده وأتحكم فيه وأمشيه في الطريق الصح بقى. تاني حاجة بشوفها إن إحنا نبدل أي عادات سيئة بعادات كويسة، ونبدل المكافأة الوحشة بالمكافأة الحلوة، ساعتها هنوازن الدنيا. كمان في طريقة تالتة كويسة جدا ودي مناسبة جدا لكل الناس، إن أنت لما تيجي تبدأ يومك طبعا تكتب التاسكات. لو كنت شفت الفيديو بتاع 10 حاجات عشان تبدأ بيها يومك، روح اتفرج عليه دلوقتي. تهزر ولا إيه؟ تهزر. نكتب التاسكات، واحنا بنرتب التاسكات لازم نرتب من الأصعب للأسهل. يعني أصعب حاجة اللي هي تقيلة على قلبك أوي اللي أنا مش قادر أعملها، لأ دي أنا أول حاجة أعملها وأخلص منها. ليه؟ لأن هي بتدي دوبامين واطي عارف. فمن الواطي للعالي ده قشطة، ده مناسب في بالانس كده. إن أنا ده بتدي دوبامين مش هتفرحني أوي، بس اللي بعديها هتفرحني سيكا، لا اللي بعديها هتفرحني أوي، لأ أقدر إن أنا يبقى عندي دافع إن أنا أخلص كل ده عشان أوصل للآخر الدوبامين العالي المكافأة العالية. لكن أنت تبدأ بالمكافأة العالية وش مش هتعرف تنزل بعد كده. لازم نبدأ بالحاجات الصعبة الأول ونتوكل على الله. بس كده تبقى الحلقة خلصت، وبإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة، وبكون أفدتكم. الحلقة من كتابة ندى إيهاب وتقديمي. وبس كده.